في سنة من السنوات كنا في دورة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنا في ولاية سانت لويس ميزوري. الشاهد معنا مروا بنا، كان في جولة مدة أسبوع، مرينا على مصنع روثمان أو روثمان هو روثمان. الشيء العجيب، المفارقة العجيبة التي لاحظتها، المصنع له فروع وتقريبا أكثر من 2000 عامل. كل العمال ما فيهم أحد يدخن، ولا واحد يدخن، وكررها ما في أحد يدخن. والعامل الذي توظف حديثا وهو يدخن بطل التدخين، ما أحد أجبر ولا قالوا لا تدخن. ليش؟ أنا سألت الرجل أسمر زنجي بالإنجليزي طبعا، فقلت له كنت أدخن؟ قال كنت أدخن 3 باكيتات 4 باكيتات في اليوم من الطفش. قلت الآن؟ قال لي لا، التدخين ما أدخن. قلت له ليش ما تدخن؟ فكلمني قال لي تعطيني $25 عشاء لي الليلة أنا وزوجتي وأطفالي وأخبرك. قلت له أعطي لك $100 مو 25. قال لي لا، $25 يتسنف، يعني تكفي. أعطاني بروشور من عنده هو. والله العظيم يا أخوان، أقولها بكل مرارة، كل الدخان اللي في العالم ترون ما يكفي أنه يحطون سجائر يضعون عليه رجيع الحيوانات، ضفع البقر أكرمكم الله والغنم الخيول والحمير، ويكبون عليه مادة كيماوية حتى تعطي نفس النكهة. صلى الله السلام والعافية. قلت طيب، قال أنا ما عندي استعداد أني أخسر صحتي وأخسر فلوسي. صلى الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. الآن إحنا البلد الأول بالنسبة لعدد السكان، بلد الأول في العالم للتدخين، يموت كل ساعة واحد. التقرير البارح وصل، تقرير عندي البارح كل ساعة واحد، بينما في 24 ساعة يموت من حوادث السيارات عندنا 20. يعني المتدخنين أكثر، يعني لا كورونا ولا الإيدز ولا غيرها. وشوف الحملة القائمة الآن على كورونا، والحملة القائمة على انفلونزا الخنازير، وكم ماتوا منها من انفلونزا الخنازير ومن كورونا لحد الآن؟ ما في 1000، بينما سنويا يموت ما يقرب من 10,000 في الحوادث المرور ومثلها وأكثر في التدخين. نسأل الله السلامة والعافية. أرجو أن الرسالة تكون وصلت.